السر اللي بيخلي البسكوت العيد مقرمش وبيدوب النهارده هعمله قدامك خطوة بخطوة بالسمنة وبالكيس وكمان بطعم البرتقال، وطعمه هيطلع احلى من المحلات بكتير، واللي هيدوقه هيقولك عملتيه ازاي. فيديو النهارده هيغير رأيك تماما عن اي وصفة شفتيها قبل كده. جربيه بالطريقة دي وهيطلع هش ومقرمش معاكي من اول مرة. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش من دعمكم باللايك والشير. يلا بينا نبدأ ونقول مقاديرنا. معايا نص كيلو سمنة متلجة، يعني حطيناها في التلاجة، يعني 500 جرام من السمنة نكون جايبينها كده قبلها بليلة وحطيناها في التلاجة. هنزل بيها في بولة وعليها 350 جرام من السكر البودرة. سكر بودرة يكون يعني انتي طحناه في البيت او من مصدر كويس عشان ما يكونش عليه اي اضافات تنشف معانا المكونات بتاعتنا. هنجيب المضرب الكهربائي ونبتدي ان احنا نضرب السكر مع السمنة لغاية ما الخليط يبقى معانا ابيض وكريمي وهش كده زي ما انتوا شايفين. هتاخد معانا حوالي ضرب 10 دقايق في المرحلة دي، ولو طبعا عندك عجان يكون افضل. هنبتدي كده ما بين وقت للتاني نوقف ضرب ونلم كده بالسباتيولا الجناب بتاعة البولة علشان خاطر المكونات كلها نتأكد ان هي يعني اتضربت تماما كلها زي بعضها وما يبقاش فيه حبيبات من السكر. خلاص اتأكدت ان المكونات كلها دابت معايا. هنا 4 بيضات. هننزل بأول بضاية وعليها كيس فانيليا بطعم البرتقال. وهنبتدي ان احنا نضرب، واول ما البيضة الاولانية تختفي هننزل بالبيضة التانية والبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده هننزل بالبيضة التالتة وكل بيضة نضربها في طبق لوحدها عشان لو البيضة جوه بايظة ولا حاجة ما تبوظش المكونات معانا. وهنزل بالكيس التاني من الفانيليا وبعد كده هبتدي ان انا اضرب، ولما البيضة التالتة تختفي هنزل بالبيضة الرابعة. وما نزودش عن كيسين فانيليا لان كيس الفانيليا اللي بطعم البرتقال 5 جرام، عكس كيس الفانيليا التاني اللي هو جرام او 2 جرام، فعشان البسكوت ما يمررش معانا هما كيسين كفاية قوي. نزلت كمان بربع كوباية من الزيت، زيت نباتي ملوش ريحة وعشان خاطر يخلي البسكوتة معانا مقرمشة وهشة وجميلة. ونزلت كمان بتلت كوباية من عصير البرتقال، وابتديت ان انا اضرب لغاية ما المكونات اختلطت مع بعضها. ومعايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، شلت منه كوباية من الدقيق لان النهاردة هنعمله ونشكله بالكيس زي ما قلت لكم. شلت كوباية نزلت بدلها بمعلقتين من النشا او معلقتين من بودرة الكاستر، دي بتدي لون حلو وهشاشة حلوة قوي للبسكوتة. وكمان معاهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبتدي ان انا اقلب بالسباتيولا بتاعتي المكونات دي كلها، ومش هنضيف اكتر من كده مكونات، هو ده الخليط. هتبتدي بقى ان انت تعجني بايدك، هتلاقي الخليط معاكي ملزق وايدك كده زي ما انت شايفه العجين فيها طري طري. اوعي تضيفي دقيق تاني، لا القوام بتاع العجينه بسكوت بيبقى كده. لو انت هتشكلي العجينة بالماكينة او بالمكنة البسكوت هتضيفي كيلو دقيق كامل. اما النهاردة عشان احنا هنشكله بالكيس الحلواني فانا شلت منه كوبايه عشان العجينه تبقى سلسه كده وهي بتنزل معانا من الكيس وتبقى خفيفه معانا. خلاص ابتديت ان انا عجنت وخلصت عجن لغايه ما الدقيق اختفى. اختبرت العجينه، غسلت ايدي الاول واختبرتها، لقيت العجينه ما بتشققش، يبقى كده تمام، العجينه بقت تمام معايا. جبت القمع بتاعي 3 دي وحطيته بقى في الكيس الحلواني وابتديت ان انا اشكل على طول في العجينه، ما بسيبهاش تستريح ولا حاجه. صاج مش مدهون اي حاجه، الفرن شغال على درجه حراره 180 وبتسخن عقبال ما بشكل الصاج الاولاني وبدخله الفرن على طول. وبكمل تشكيل في العجينه، الصاج بيخرج وبدخل غيره وببتدي ان انا اخلص على طول، ما بسيبش يعني العجينه مركونه جنبي. اول ما الصاج يدخل بدخل غيره، ببتدي ان انا اسوي الاطراف زي ما انتم شايفين كده. والله اكبر العجينه نازله سلسه معايا، لا بتقطع ولا مشرشره ولا اي حاجه، متماسكه وجميله الله اكبر عليها. وريحه البرتقال فيها تحفه بجد جميله. دخل الفرن معايا وطلع الله اكبر جميل مقرمش. اول ما بيطلع بتحركي البسكوته كده من الصاج علشان خاطر ما تقفش فيه
وتتكسر معاكي وانت بتشيليها. واول ما يبرد بتشيليه من الصاج وتحطيه في الطبق او في العلبة اللي هتحفظيه فيها، وتخلصي بقى الكمية كلها لغاية ما بألف هنا وشفا يجي العيد وتاكلوه. بجد ريحته كانت قلب البيت وانا بسويه، وطريقته سهلة، وانا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو عايزين تسألوا على اي حاجة اكتبولي في التعليقات وانا من عيني هرد عليك. المقادير سهلة جدا، والبسكوت اللي بالبرتقال طعمه بيبقى تحفة لا غنى عنه. والبسكوتة محملة وماسكة نفسها، مش بتتكسر يعني بسهولة. البسكوتة دايبة، مسافة ما بتحطيها في بقك بتدوب كده دوب. طعمها جميل وطعم البرتقال فيها تحفة. وممكن على فكرة لو مش عايزة تعملي بالبرتقال تستبدلي الفانيليا بفانيليا بقى عادي، وبدل البرتقال عصير البرتقال تحطي لبن. ولازم نحط سوائل عشان تلين معانا العجينة. وده كانت وصفتنا النهاردة في طريقة عمل البسكوت، طريقة سهلة وجميلة. عاوزاكم تجربوها بالطريقة دي، وان شاء الله البسكوت هيطلع معاكم قرمش وهش وجميل. حتى لو انتي اول مرة بتعملي بسكوت هيطلع معاكي ما شاء الله تحفة من اول مرة. مش دي كلها طبعا الكمية، في لسه كان في الفرن بيستوي، وكان في لسه سخن في السجان، بس انا حبيت ان انا اصور لكم الفيديو عشان كان الوقت متأخر. البسكوتة زي ما انتوا شايفين بتتكسر دايبة، جميلة جميلة جميلة، وهيطلع معاكي احلى من ما هتشتريه من بره كمان من المحلات. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش من دعمكم باللايك وكومنت حلو كده، وتتابعوا القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع حبايبكم عشان الكل يستفيد. البسكوت جميل والكحك عملناه كان اجمل. اكتبولي في الكومنتات لو عايزين نعمل اي وصفه من نواعم العيد. وكل سنه وانتم طيبين، دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.